السلام عليكم. اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قناتنا وقناتكم قناه المراجع المصري المحاسب القانوني محمد صفوت. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن جزئيه ممكن نكون اتكلمنا عن جزء منها قبل كده في حلقات سابقه، وهي جزئيه التسويق والتطوير العقاري. والجزئيه دي كنا اتكلمنا فيها في الغرفه في الحلقه بتاعه الغرف الصناعيه، ودي كنا اتكلمنا فيها من ناحيه التسجيل في الغرفه الصناعيه وايه هي الانشطه اللي بتسجل غرف صناعيه. بس المرة دي حبينا ان احنا نركز على الموضوع اكتر، ونقول على الفرق بين الاتنين بشكل موسع اكتر، لان الاتنين مهمين جدا. وناس كتيرة جدا سألتني على الجزئية والفرق بين التسويق والتطوير العقاري من ناحية التعريف ومن ناحية حتى التسجيل، وايه هي الاجراءات عشان اسجل او احط نشاط التسويق او التطوير العقاري، وكمان ايه هي التبعيات اللي هتعود عليا من اضافة النشاط ده في السجل التجاري. طيب الكلام ده هيبقى على جميع انواع الشركات، لان مش هيفرق نوع الشركه في التسجيل. يعني انا دلوقتي لو انا منشاه فرديه او حتى شركه شخص واحد او ذات مسؤوليه محدوده او حتى شركه مساهمه، مش هيفرق بالنسبه لي الاجراء اللي هيتم ده. في جميع الاحوال الاجراءات في كل دول هو اجراء واحد. فخلينا نبدا مع بعض في الجزئيه الاهم بالنسبه لنا. الجزئيه الاولى اللي هي الجزئيه الخاصه بالتطوير العقاري. التطوير العقاري تعريفه هو العمليه الشامله لانشاء العقارات بدءا من الفكرة وحتى تسليم المشروع، وده بيشمل أكتر من جزئية عشان تقدر تقول إن ده جزء التطوير العقاري. الجزئية الأولى بالنسبة له إن هو بيقوم بشراء الأرض وبيحدد الموقع المناسب للاستثمار، وبعد كده بيخطط ويصمم وبيحط المخططات الهندسية والمعمارية للمشروع عن طريق طبعا المهندس اللي هيبتدي يشتغل معاه على المشروع. وبعد كده هيمول ويستثمر ويأمن رأس المال للبناء والتطوير اللي هيتم على أساسه بناء المشروع بتاعه، وليكن مثلا إن احنا هنعمل برج عشان نبيعه كوحدات سكنية. وكمان البناء والتنفيذ اللي هو الإشراف على عمليات التشييد والتأكيد من الالتزام بالمواصفات. وبعد كده بيقوم بالتسليم والإدارة. يعني إيه؟ بيسلم العقارات دي للعملاء، يعني زي ما قلنا قبل كده عن طريق إن أنت بتبيع العقارات أو تأجرها. يعني مثلا زي المولات، ان انت مثلا بتاخد 3 4 ادوار تعملهم ايجار لمولات، وباقي باقي العقارات او باقي العقار بتعمل له تسليم للمباني وتعمل له عمليه بيع للوحدات السكنيه بتاعته. بشكل عام يعتبر التطوير العقاري بفكره عامه، وصاحب المشروع عليه هنا بيتقال عليه ان هو مطور عقاري، وهو الشركه اللي بتتولى انشاء المشروع العقاري وادارتها زي ما قلنا قبل كده. طيب الجزئية التانية اللي هي جزئية التسويق العقاري. التسويق العقاري هو العملية اللي بيتم من خلالها الترويج للعقارات وبيعها وتأجيرها، وبيشمل الآتي: الإعلانات والترويج، يعني بيستخدم وسائل التسويق والرقمنة لجذب المشترين والمؤجرين. سواء بقى أنا كمسوق عقاري بسوق للعقار ده إن أنا ببيع العقار ده ليه. طبعا انا مش مالك للعقار، انا كل الحكايه ان انا بسوق للعقار ده، فبعمل اعلانات لبيع العقار دوت او تاجيره، والتواصل مع العملاء عن طريق تقديم المعلومات وتنظيم الجولات العقاريه واقناع العملاء بالشراء. في جميع الاحوال احنا زي ما قلنا قبل كده انا مش مالك للعقار ده، انا كل الحكايه ان انا وسيط بين البائع وبين المشتري في العقار دوت، سواء عن طريق ان هو هيأجر العقار او ان هو هيمتلكه. والمرحلة التانية بيبقى التفاوض والإغلاق، اللي هو التفاوض على الأسعار والشروط حتى إتمام عملية البيع أو الإيجار. وفي جزئية تانية اللي هو ممكن يعملها اللي هي خدمات ما بعد البيع، اللي هي المتابعة مع العملاء وضمان رضاهم عن العقار. وبيقال عليه هنا اللي بيشتغل في جزئية التسويق، وبيقال عليه هنا اللي بيشتغل في جزئية التسويق العقاري اللي هو المسوق العقاري، وزي ما قلنا اللي هو بيتولى عملية البيع أو التأجير للعقارات عن طريق ان هو وسيط بينه وبين العميل وبين المطور العقاري اللي بنى العقار دوت. يبقى زي ما قلنا كده نراجع مع بعض سريعا الفروق الاساسيه. المطور العقاري هو اللي بيبني المشروع من الصفر، بينما المسوق العقاري هو اللي بيبيع او يأجر المشروع. المطور العقاري بيتطلب ان هو يحط استثمارات ضخمه في الانشاء، بس التسويق العقاري هو كل اللي بيعتمد على عمليات البيع والترويج. يعني بيقوم بعمليات الإعلانات اللي هو بيعملها عشان يحط التسويق العقاري. هل ممكن يبقى المطور العقاري هو المسوق العقاري؟ عادي خالص. ممكن يحط نشاط التطوير والتسويق العقاري وهو اللي يطور العقار ويبنيه ويسوقه كمان، مفيش مشكلة خالص بالنسبة للاتنين. هل الاتنين منفصلين؟ ممكن يبقى منفصلين او ممكن مجتمعين، انه ممكن يقوم بعملية التطوير ويقوم بعملية التسويق، او ممكن ان انا بنشئ شركة للتسويق فقط
او شركة للتطوير العقاري على حسب اللي انا محتاجه. بالتالي المطور بيحتاج للمسوق عشان تسويق العقارات بتاعته، والمسوق بيحتاج للمطور عشان يبقى فيه عقارات عشان يقدر يبيعها. نيجي بقى للجزئية الأهم، وهي الجزئية اللي احنا إضافة التطوير أو التسويق العقاري في السجل. أولا عندك اختيارين. أول حاجة اللي هو التسجيل ساعة تأسيس الشركة أو المنشأة الفردية، وطريقة تأسيسها دي أضفتها في فيديوهات قبل كده، وتقدروا حضراتكم تشوفوا جزئية التأسيس. لو أنت عايز تأسس من ساعة المنشأة الفردية لحد الشركة المساهمة، موجود فيديو لكل واحدة فيهم. هنيجي بقى للجزئية اللي احنا فرضا ان انا وانا بأسس، جزئية الاضافة لجزئية التسويق العقاري، سواء تأسيس عن طريق ان هو انا بأسس بضيف جزئية التسويق العقاري، او عن طريق جمعية عمومية غير عادية. لان انا لو مش حاطط التسويق العقاري في نشاط الشركة وعايز احطه بعد كده سواء في المنشأة الفردية، بروح للغرفة التجارية وبقدم ورقي. انما في شركات الاموال بعمل جمعية عمومية غير عادية وبضيف نشاط التسويق او التطوير العقاري. وده حضرتك بيستلزم ان انت ساعة التأسيس زي ما قلنا بتضيف النشاط وبتستلم نسخة من العقد. وبعد كده في حالة التسويق، احنا هنا بنتكلم في حالة التسويق ان انت بتضيف النشاط. هنفترض ساعة التأسيس بتضيف نشاط التسويق، بتاخد العقد بتاعك. العقد ده بتروح بيه تحجز في هيئة الصادرات والواردات عشان بيتسجل هناك، وبتاخد شهادة من هناك بالتسجيل، وبترجع بيها لهيئة الاستثمار او الغرفة لو انت منشأة فردية او شركة اشخاص، سواء ده او ده. طبعا في حالة هيئة الاستثمار بقدم العقد وبقدم الشهادة عشان بعد كده اقشر في السجل التجاري واخد البطاقة الضريبية. في حالة المنشأة الفردية او شركات الاشخاص بروح الغرفة التجارية على طول عشان اقدم ورق هناك بعيدا عن هيئة الاستثمار. طيب، اضفت نشاط التسويق العقاري. هل التسويق العقاري كده يعتبر خلصت الترخيص؟ لا، انت لو عايز ترخيص ليه بتكمل اجراءاتك عن طريق ان انت بتقدم في هيئة الصادرات والواردات عشان تاخد منها شهادة بان انت مسوق عقاري. الشهادة دي ضمن طلباتها طبعا غير اصول الورق كله بتاع الشركة، بتقدم عقد لتسويق عقار مثبت تاريخ عشان حضرتك تقدر تقدم على الشهادة وتاخدها من هيئة الصادرات والواردات. طيب، هنيجي بقى لجزئية التطوير العقاري. التطوير العقاري ده بيكون عن طريق ان انا بروح باخد برضو عقد الشركة لو انا بأسس، وبروح بيه الغرفة الصناعية اللي هي غرفة التطوير العقاري. ودي بتبقى مختلفة عن التسويق، لأن التسويق بروح هيئة الصادرات والواردات عشان آخد الشهادة. لا، التطوير هو عبارة عن غرفة صناعية، بروح الغرف الصناعية اللي أنا تابع ليها عشان أقدر أطلع الشهادة بتاعتي. لو أنا تأسيس بدفع مبلغ على أساس رأس المال بتاعي، وعادة بيكون في حدود من 5 ل7 آلاف جنيه ساعة التأسيس. أما في ساعة التعديل، لو أنا ضفت التطوير العقاري عشان أبدأ في إجراءات الجمعية العمومية غير العادية، بياخد شهادة نسبة من شهادة برأس المال المستثمر، والشهادة دي بتبقى من مراقب الحسابات اللي ماسك الشركة، بيبعتها للغرفة الصناعية مع الشخص اللي بيروح هناك، بياخد السجل التجاري وبياخد النسخة من شهادة رأس المال المستثمر عشان يسجل في غرفة صناعية، وبيدفع مبلغ الاشتراك السنوي للشركة عشان يستكمل الإجراءات بتاعة الجمعية العمومية غير عادية، كمان عشان يقدر يضيف جزئية التطوير العقاري. طيب، بالنسبة هنا بقى هنيجي للجزئية التانية، جزئية القيمة المضافة. في حالة التسويق العقاري، انت لما توصل حجم عمولاتك ل 500 ألف جنيه عن طريق الفواتير الضريبية اللي انت بتطلعها للشركات، ساعتها انت مطالب بالتسجيل في القيمة المضافة. ولو ان اغلب العملاء بتبقى عادة بتمشي في اجراءات التسجيل من بدري، عشان بتبقى اغلب الشركات المطورين العقاريين اللي بيبتدوا يشتغلوا معاهم عادة بيطالبوا به ان هو يكون مسجل في القيمة المضافة عشان يبتدي يشتغل معانا. فعادة هو بيطلب شهادة القيمة المضافة قبل ما يوصل ل 500 ألف. بس احنا لو بنتكلم من الناحية القانونية، هو لما يوصل ل 500 ألف بيسجل في القيمة المضافة. طيب، بالنسبة بقى لجزئية المطور العقاري، لا، المطور العقاري عادة بيكون مسجل قيمة مضافة من أول يوم. ليه؟ لأن عادة المطور العقاري بيكون جزءه من شغله هو شغل المقاولات، فبيضيف أصلا جزئية المقاولات. ليه؟ لأن المطور العقاري نتيجة الأرض اللي هو استلمها بيبتدي هو يبني الشغل بتاعه، فنتيجة البنى اللي بتاعه مادام هو اللي بيبني بيضيف نشاط المقاولات عنده. فنتيجة إضافة نشاط المقاولات زي ما قلنا قبل كده هو ضريبة جدول.
فبيبتدي على اساسها بيسجل قيمة مضافة من اول يوم. وعشان كده بيضيف نشاط المقاولات زي ما هو قلنا قبل كده، لان هو اللي بيبني. طيب عادة بتكون جزئية البناء اللي هو اللي بيبنيه، الجزئية اللي هو البنى اللي هو بيبنيه، بيكون هو التكلفة اللي بيدفع عليه القيمة المضافة. لو هو نفس الشركة زي ما قلنا قبل كده مش بيتعامل مع شركة مقاولات هي اللي هتبنيله، لو بيتعامل مع شركة مقاولات هي اللي بتديله الفاتورة مضاف عليها القيمة المضافة بتاعتها نتيجة البنى اللي هم بناه. انما لو هو اللي هيبني، التكلفة بتاعته تكلفة البنى بتاعه عليه، هو اللي هيدفع عليه القيمة المضافة، ودي بتكون في حدود 5%. فدي بنسبة كبيرة دي اغلب المعلومات عن فكرة النشاط التسويق والتطوير العقاري. ارجو ان انا اكون جاوبت على اغلب الاستفسارات بتاعتكم، ولو في اي اسئلة هتلاقوني معاكم دايما ان شاء الله. السلام عليكم.